السلاح المغطى نظامي عند الحيط، بعدين الكل يفوت بسلة السبور هذا ما عدا هذول الكان وهذول ليش هذول ليش بالنصر. شكرا. يا ثوار الأرض، يا ثوار الأرض، ثوروا على الطغيان، ثوروا على الحرمان. ثوار الأرض، يا ثوار الأرض، ثوروا على الطغيان. اسمي سوزدان الرقة من محافظة الرقة، من كتيبة الشهيد أمارجي. بدي نحكي عن حياتنا اليومية هون. نقعد الصبح في تنظيم بالوقت كمان بين الرفقات، بما انه يعني نحن عساكر يعني كل شيء منظم هون، كل شيء بتوقيته. ثوروا على الحرمان. ثوار الأرض. ناوی من بارین هارونش باجار دربیسیه ام لور وقت تابوره که تابورا شهید آمارگی تابوره کوالی جنن هم عربن و هم کردن يعني جيانا معي تابوره چاوای حرسبه ام سپورا خود بینن ام اجتماع خود بینن ام کار کبه ام به دور دکن يعني اف جيانا معي ام پرورده خود بینن مثلا مراسم هبن حفلات هبن تشتكى بعم درد كبن. ثوروا على الحرمان. الرجال بالجنة نبع الخير لوطننا، الرجال بالجنة نبع الخير لوطننا، مو هاي الرجال يا ناس ايش تخليتوا عنا. ثوروا على الحرمان. اسمي هافال زيلان، مسؤولة عن كتيبة الشهيدة أمارجي. بالأول يعني هي الكتيبة تأسست أول شيء من رفيقات من القومية العربية. طبعا كل رفيقة من منطقة، في من الدير، في من رقة، في من حمص، في من كوباني، يعني من كافة المناطق إنه الرفيقات موجودات هون. فبالكتيبة في إلها يعني مبادئ وقواعد، يعني مثلا مثل الرجباش، يعني في اجتماع، في سبور، رياضة، يتلاقوا تدريب، يعني في تدريب على صعيد الفكري وفي تدريب على صعيد العسكري. يعني أحيانا مثلا بيطلع مهمات، الرفيقات يروحوا على المهمات، مهمات تفتيش يا أما انتشارات. الرفيقات يعني من هذا بس مستوى الرفيقات لسه لحد هلا تعليم، يعني أما يتلاقوا مع المدنية، معاملتهم مع المدنية كيف، احترامهم برا كيف، هي أهم شيء. التدريبات اللي يشوفوها مثلا قوة المرأة كعسكرية لازم كيف تكون، الأسلوب والخطاب لازم كيف يكون، مو مدنية، عسكرية. طبعا لما الرفيقة تنضم لسه يعني ذهنيتها ما صارت ذهنية مناسبة يعني تكون عسكرية، فعندها صراع فكري وصراع نفسي يعني جوا. ليك الرفيقات على هذا المستوى نشوفوا التدريب. مثلا نحن كرفيقات بنات يعني بالبيت 3 أو 4 بنات يعني أخوات ما يتحملوا بعض، أما هون 25 رفيقة، أحيانا العدد يزيد أحيانا ينقص.
أما عيشتهم مع بعضهم كيف احترامهم، روح رفاقيتهم مناسبة، يعني ما في أي مشاكل. بيتقاسموا الحزن مع بعض، الفرح مع بعض، المآسي مع بعض، يعني بيساعدوا بعض. هون كتير حلو، يعني كونا أنا كمان معاهم ما بلاقي صعوبات. يعني شيء طبيعي، الإنسان مثلا قائد يقول أكثر شيء بالدنيا صعب نغيره هو الإنسان، لازم شوي شوي مراحل. فنحن عنا التربية هي أرضية، هي أساس. يعني التربية شو؟ تدريب. عنا التدريب أساس حياتنا، لأنه الإنسان ما يتدرب ما يحسن يمسك فكرة صريحة يا إما فكرة مضبوطة. لهيك يعني نحن الرفيقات هون هدفنا إنه أول شيء نحرر عقولنا من نظام البعث والنظام الطبقي. بعدين لما نكون مؤهلات، نحن مثلا أحيانا نروح نعطي تدريب كمان للرفاق الشباب. يعني أحيانا أكترية التدريب يكون على تاريخ المرأة يا المجتمع الجنسوي. أكتريا مثلا نناقش إنه المرأة كيف كانت عبودية بالمجتمع لحد هلا قد مصرة بالعبودية. يعني على هذا الأساس، يعني عندنا هون بالكتيبة كمان أكترية تدريبنا على هذا الأساس. يعني المرأة كيف لازم ما تكون ملك حدا، كيف لازم تكون ملك حالها. وعلى هذا الأساس يعني الرفيقات بيشوفوا تدريب أغلبياً، وبيروحوا مثلاً مهمات. مثلاً كوناً الشهيدة أمرجي سمينا اسم هذا الطابور، كانت رفيقة هون عندي استشهدت. يعني أكثر الرفيقات يقولوا نحن لازم نكون لايقين بطريقة الشهيدة أمرجي يعني.